صباح الفل عليكم من قدام مسجد الرفاعي، المسجد اللي جواه حاجة كانت هي سبب من أسباب قطع العلاقات بين مصر وإيران. بس أنا قبل ما أحكي لكم سبب قطع العلاقات دي إيه، تعالى أحكي لكم على المسجد شوية. مسجد الرفاعي هو واحد من أهم المساجد الأثرية اللي موجودة في القاهرة. موجود في منطقة الضرب الأحمر، ومتسمي المسجد على اسم الشيخ أحمد الرفاعي، شيخ الطريقة الصوفية اللي مدفون في مدينة العراق. صاحبة فكرة بناء المسجد هي خشار هانم، والدة الخديوي إسماعيل اللي توفت قبل ما يتم بناء المسجد بالشكل الكامل. وفضل المسجد بدون إتمام بنائه لمدة أكتر من 20 سنة، إلا إن جه الخديوي عباس حلمي وقرر إنه يكمل بنى المسجد ويتم إقامة الشعائر بتاعة الصلاة فيه. مسجد الرفاعي غير إن هو ليه أهمية تراثية وأثرية كبيرة جدا، إلا إن هو كمان ليه أهمية تانية بسبب الأشخاص اللي مدفونين جواه وليهم أضرحة جوه، زي العائلة الملكة، الملك فاروق مدفون جوه، وكمان الملكة فريدة والأميرة فريال، وكتير جدا من العائلة المالكة. كمان في شخص مدفون جوه هو كان سبب رئيسي في قطع العلاقات بين مصر وإيران، وهو شاه إيران الأخير محمد رضا بهلوي، اللي قامت عليه الثورة الإيرانية سنة 78. وبعديها راح كذا بلد، راح منها المغرب وراح أمريكا، وبسببها قامت مظاهرات في إيران وحوطوا السفارة الأمريكية هناك لمدة سنة ونص بسبب وجود محمد رضا بهلوي ساعتها في أمريكا، اللي خلى أمريكا ساعتها تضطر إن هي تطلب من الشاه إن هو يغادر أراضيها، وراح المغرب وفضل قاعد في المغرب لحد ما ملك المغرب طلب منه كده يعني بالطريقة إنه يسيب المغرب وساب طيارته، ومصر بعتت له طيارة مخصوص خدته ونزلته في أسوان. ومن يومها لحد وقتنا هذا هو موجود في مصر، سواء كان عايش في مصر أو اتدفن دلوقتي في مسجد الرفاعي، وده كان سبب قطع العلاقات بين مصر وإيران. ومن ساعتها الشاه مدفون هنا، ومصر رفضت إن هي ترجع الوفاة بتاعته لإيران. وبس، ده كان نهاية الفيديو، يا رب يكون معلومة مفيدة أو حاجة تاريخية ما كنتوش تعرفوها قبل كده. ولو كنتوا تعرفوها قولوا لي برضو رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تعملوا لي لايك وشير لأصحابكم، وتعملوا لي اشتراك في القناة. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة ومكان أثري جديد. مع السلامة.